الابحاث اللي كدار حول المقاولاتيه بصفه عامه اذا تركز على هذا العنصر اللي هو لانتونسيون. لذلك نقول على ان في اي تكوين واي سياسه يعني تهدف الى تشجيع المقاولاتيه يجب ان تركز على هذا النقطه اللي هو كومون دي اجير سور لانتونسيون اي اجير سور لاكس. جوج معطيات ركائز كتعتمد عليها من اجل يعني pour mettre en place un programme de formation pour encourager généralement les bons comportements. L'existence d'une intention, il faut l'encourager, parce qu'il y a des personnes qui ont cette intention. Puis agir sur l'action, يعني التصرف الميداني اللي تكون الحركه يعني اقبال على انشاء المقاوله. هنا من بعد غادي نشوفوا الدور ديال التكوين كيفاش يعني يستمر هذا المسائل. وجود bien évidemment l'intention, on dit également l'intention précède يعني النية تسبق الحركة يعني من أجل القيام بخلق المقاولة يجب أن تكون عندنا نية من أجل فعل ذلك. وهذه l'intention النية تنبني على مسألتين deux choses qui sont importantes. Il est déterminé donc par premièrement la désirabilité الرغبة في خلق المقاولة c'est-à-dire l'attrait وكذلك l'acte bien sûr de la désirabilité de l'acte et la faisabilité قابلية التنفيذ. قابلية هنا تحيلنا على الكاباسيتي والكومبيتونس القدرات الشخصية وكذلك المسألة اللي كتتعلق بالدعم ووجود مثلا هيئات تعنى بالتأطير، هيئات تعنى بالدعم بالتمويل إلى آخره بالإضافة إلى القدرات الشخصية للإنسان. هذه المسألة يعني تعتمد على واحد النظريات تسمى الموديل دو كومبورتمون بلانيفي، نموذج التصرف إذا كانت الترجمة صحيحة المخطط يمكن. دونك هو كيعتمد على هذه المسألتين اللي قلنا اللي هي لا ديزيرابيليتي et la faisabilité. La désirabilité donc concerne l'attrait de l'action de l'acte. هناك قابلية، هناك وجود يعني واحد رغبة وفيزابيليتي يعني قابلية التنفيذ. القابلية مرتبطة بالقدرات مرتبطة بعدة عناصر. نحاول نلخص ما هو نظري باش ما نعطوش أكثر فيما هو. أغلب الباحثين يركزون على وجوب الاهتمام بهذه المساله ديال لا كومبيتونس اللي يمكننا نقدروا نلخصوها بلو سافوار المعرفه. يجب ان تكون هنالك مجموعه من المعارف. تسيير المقاولات تتطلب التكنيك، داكشي علاش كتكون الفورماسيون في مؤسسات التكوين لا جامعيه ولا تكوين مهني بحال بي جي ولا من اجل اعطاء وسائل تكنيك دو جيستيون اللي هما ضروريين اللي كيعطيو الفرق اللي كيخليونا نلمسوا الفرق ما بين انسان يعني خضاع للتكوين واخر اللي كيدير تسيير جيستيون ازاردوز يعني هكا بدون تخطيط بدون الى اخره. وهنا كنركز يعني على هذا البوان على اهميه التكوين. فكثير منكم يقدر يقول لي على ان كرجال اعمال كينجحوا ما كانوش قاريين ما كانش التكوين في التسيير. لا، الطابع الحالي ديال العالم يتطلب وجود مهارات مرتبطه بالتكوين في مجال التسيير وفي مجال الاقتصاد الى اخره. المقاولات يعني اللي كتسيطر على العالم حاليا من شركات كبرى من نوكيا من بوينغ من كوكاكولا من ماكدونالدز، هل تسير باشخاص ليس لهم خبره وتكوين؟ الذي يخلق الثروات ويذهب بعيدا ضروري يعني يلزمه تكوينا في هذه المجالات ويلزمه انه يكون عنده مهارات تلقى له عن طريق التكوين. والذي لا يخضع يعني كتبقى عنده تصور محدود. هنالك من ينجح بدون ان يكون مكون ولكن داغيغ لوي كما نقولوا كيكون انتربرونور بالصفه يعني انسان كياخذ له ريسك الى اخره ولكن محاط باشخاص لهم تجربه لهم خبره لهم ثقل ومدبرين نماذج في المغرب يعني معينه لاشخاص ما كانوش حتى قاريين وناجحين. ناخذوا ليكزومبل ديال الجروبينا الشعبي ولا الى اخره السيد اللي اسسو ما كانش قاري ولكن اكطويلمون يعني محاط. Donc il est entouré de spécialistes, de grands spécialistes, des hommes qui bien sûr l'encadrent, qui l'encouragent, etc. يعني عنده روح المقاولة
ولكن مع واحد ليكيب الى انسي دونك ليسونسيال هنا باش نركزوا على ضروره التكوين. دونك العنصر الاول فيما يخص لا كومبيتونس سي لو سافوار، يعني المعرفه بكافه اشكالها.